ابعتوا الفيديو ده للبنت اللي سمعتوها بتقول كده: انا عايزه البس الحجاب بس بصراحه خايفه البسه واقلعه تاني. وده كان المانع السابع اللي البنات بتقوله عشان ما تلبسش الحجاب. المانع السابع ردي عليها يكون: يا اختي لو فكرنا كده مش هنعمل اي حاجه كويسه في حياتنا. مش هذاكر عشان ممكن اذاكر واسقط برضه. مش هشترك في الجيم واروح علشان ممكن ابطل اروح بعد كده. مش هقدم على شغل ولا اعمل انترفيوهات بقى علشان ممكن اترفض. مش هتجوز واخلف عشان ممكن اجيب عيال وحشين. وكتير بقى، خدي من كده كتير. بالشكل ده الناس هتبقى قاعده في بيوتها مش بتعمل اي حاجه كويسه. فده خوف، والخوف نوعين: في نوع محمود ونوع ممنوع. الخوف المحمود اللي هو الخوف الكويس هو الخوف الباعث على العمل، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. يعني اللي خايف يتحرك بدري ما يستناش، واللي هيتحرك بدري مسيره هيوصل. أما الخوف الممنوع هو الخوف اللي هيوقفك وهيعطلك ويخليك واقفة في مكانك. فالخوف الذي يحبه الله هو الخوف الذي يدعو إلى العمل، وليس الخوف الذي يسبب الشلل. والإحساس اللي جواكي ده شيطان مش عايز لك الخير أبدا. أول ما شم بس إنك عايزة تتحجبي حجاب يرضي ربنا دور لك على أي حاجة يوسوس لك بيها. ويوم ما طلع بحاجة طلع بحجة خايبة زيه، قال لك ما تلبسيش الحجاب علشان ممكن تقلعيه في يوم من الأيام. إيه الحجة الخايبة دي؟ ملوش حجج أصلا، هو بيقول أي كلام. فعلا صدق الله حين قال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وبعدين أسوأ سيناريو ممكن يحصل هو إيه؟ السيناريو اللي في دماغك صح، انك ترجعي تاني محجبه نص نص او تقلعيه خالص. طب ما انت كده دلوقتي. فأسوأ سيناريو ممكن يحصل انت قاعده فيه دلوقتي، فمش هنروح بعيد يعني، ما تخليش الشيطان يخدعك. ربنا بيقول: ومنهم من يقول اذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. بعض المنافقين كانوا بيستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم إن هم يتخلفوا عن الجهاد، مش عايزين يجاهدوا، وراحوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا له: يا رسول الله إذن لنا إن إحنا نتخلف عن الجهاد علشان إحنا خايفين نتفتن. ما تفتناش يا رسول الله. وبعضهم قال: أنا لو خرجت في نساء هناك أنا ممكن أتفتن. أنا لو شفت النساء لا أصبر عليهم، أنا ممكن أتفتن، عشان كده مش عايز أخرج للجهاد. ربنا بيقول إيه بعدها؟ ألا في الفتنة سقطوا. يعني أصلا قعودهم وتخلفهم عن الجهاد اكبر واعظم عند الله من ان هم يتفتنوا بالنساء والحاجات اللي هم خايفين منها دي. تخلفهم عن الجهاد شر اعظم من شر الفتنه اللي هم خايفين منها. لو اسقطنا المعنى ده في الموضوع اللي احنا فيه هيبقى نفس الموضوع بالظبط. انت خايفه تاخدي خطوه الحجاب وتعملي طاعه عظيمه علشان خايفه من فتنه انك ترجعي تاني. لا، انت اصلا دلوقتي الا في الفتنه سقطوا. احنا دلوقتي قاعدين في الفتنه الكبيره، فلازم ناخد الخطوه دي. فالبسيه وما تخافيش. ولو رجعتي تاني يا ستي ساعتها ربنا يسهل نعمل لك فيديو ونتكلم على الموضوع ونشوف ايه المشكله، وساعتها ربنا ييسر. لكن دلوقتي احنا محتاجين نلبسه. وبعدين هو انت لوحدك؟ انت معاكي القريب المجيب اللي هترفعي بس ايدك هيستجيب لك باذنه سبحانه وتعالى. قولي له: يا رب ثبتني، يا رب حببني في الحجاب، يا رب خايفه ارجع. وادعيه ادعيه وقولي له: يا رب طهر قلبي واصرف عني الشرور والفتن. لكن اهم حاجه تاخدي الخطوه الاولى، زي ما قلنا في الحلقه ال11 المانع الاول للحجاب. انت محتاجة تاخدي الخطوة الأولى. أري الله من نفسك خيرا. ولو ربنا رأى منك الصدق والخير ورأى منك الخطوة الأولى هيثبتك وهيتولاكي وهيعينك وهيحببك في الحجاب بإذنه سبحانه وتعالى. بس كده. لو عندك اي سؤال سيبيه تحت في الكومنتات وهنجاوبك. ولو عندك سؤال خاص مش عام سيبي كومنت عندي سؤال وحد من فريقنا تتواصل معاكي. ولو حابه تخشي جروب دعم على تيليجرام بنتكلم فيه عن الحجاب فسيبي برضه كومنت هندخلك فيه. وبس كده. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو بتتفرجوا على يوتيوب، لايك على فيسبوك، وفولو على انستجرام. وما تنسوش تعملوا شير عشان غيركم يستفيد. واشوفكم ان شاء الله في مانع جديد للحجاب. وسلام.